السلام عليكم. اليوم راح أقرأ لكم أقوال من صفحة أقوال خلدها التاريخ. من باب الأدب استمع إلى البشر جيدا، أما من باب الاحتياط لا تصدق ما يقولون. يقول غاندي: لا أحب الانتقام لأني لا أستطيع أن أقضي عمري في الجري وراء كلب لأعظه كما عظني. لا تعامل كل الناس بأسلوب واحد، فليس كل المرضى يأخذون نفس الدواء. النجاح الوحيد في الحياة هو أن تحيا بالطريقة التي تريدها. جبران خليل جبران. القرارات التي تصنعها الكرامة صائبة حتى وإن أوجعتك. البعض يفتش عن أخطائك كما لو يبحث عن كنز. شيشرون. غالبية البشر تتمسك بأهداف سخيفة: الثروة، السلطة، والعظمة، والراحة، والشهرة. أنا أحتقر هذه الأشياء وأحترم الإنسان فقط لمعرفته ولأعماله الإيجابية. ألبرت أينشتاين. ما لا يرتاح له قلبك لا تثق به أبدا، فالقلب أبصر من العين. لنجيب محفوظ. رماني الناس بالحجارة فجمعتها وبنيت بيتا. المهاتما غاندي. جمهورية من ورق يعيش السارق فيها دون قلق، ويكسب المال دون عرق، وينام المسؤول دون أرق، والقانون فيها حبر على ورق. قائلها مجهول. سر القوة ألا تنتظر من أحد أن يحبك. ليو تولستوي. عندما أنفق معظم ما أملك على المحتاجين وأكتفي بما يضمن لي الحياة الكريمة، فأنا هنا أشكر الله بطريقتي. مورغان فريمان. العاقل هو الإنسان الذي يعلم متى يتكلم وأين يتكلم ومع من يتكلم. سقراط. لم يعد في العمر متسع لمزيد من الأشخاص الخطأ. العاقل يستفيد من أعدائه، والغبي لا يستفيد من أصدقائه. أنيس منصور. أنت تفهم كثيرا، وهذا سر شقائك. لو كنت حمارا لأصبحت سعيدا الآن. نيكوس كازانتزاكيس. إن لم تعترس من وسائل الإعلام فإنها سوف تجعلك تكره المظلومين وتعشق الطغاة. مالكوم إكس. لا تكافح من أجل النجاح، بل كافح من أجل القيمة. ألبرت أينشتاين. من يركز
أنسى محتوى الموضوع يذكرني بالمثل الصيني: أنا أشير إلى القمر والأعمق ينظر إلى أصبعي. توفيق الحكيم. حين لا تحب المكان استبدل. حين يؤذيك الأشخاص غادرهم. حين تمل ابتكر فكرة جديدة. حين تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة ألا تقف متفرجا. أنطوان تشيخوف. المقولة عجبتني، راح أعيد قراءتها. حين لا تحب المكان استبدله. حين يؤذيك الأشخاص غادرهم. حين تمل ابتكر فكرة جديدة. حين تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة ألا تقف متفرجا. يوم واحد من القلق هو أكثر إرهاقا من أسبوع كامل من العمل. جون لودوك. صحيح والله، القلق متعب جدا. الراحة ليس أن تتحدث مع من يسمعك، لكن الراحة أن تتحدث مع من يفهمك. يوهان غوته. إذا نجحت في خداع شخص ما فلا تظن أنه غبي، ولكنه كان يثق بك. بس الغبي هم ينخدع يعني. صحيح. إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقا. ويل سميث. إذا كنت لا تستطيع مواجهة الذئاب فلا تدخل الغابة. ألكسندر ليدينوف. لا تكن أمام الناس قديس وفي الخفاء إبليس. لا توجد أزمة طاقة أو أزمة غذاء أو أزمة بيئية. الأزمة الوحيدة هي أزمة الجهل. ريتشارد بوكسينستر فولر. إذا قرأ الغبي الكثير من الكتب الغبية سيتحول إلى غبي مزعج وخطير جدا، لأنه سيصبح غبي واثق من نفسه، وهنا تكمن الكارثة. جورج برنارد شو. يا الله صحيح. للذين يحبونك لا داعي للشرح، للذين يكرهونك لا فائدة من الشرح. مالكوم إكس أعتقد. لا يوجد لقاح ضد الغباء. اي والله هذه مصيبة. ألبرت أينشتاين. الشيء الأكثر إزعاجا في الحياة هو أن الشخص الصادق يخسر دائما في صراع الكلمات، لأنه مقيد بالحقيقة، بينما الشخص الكاذب يمكنه أن يقول أي شيء. لم أرى نظرات الحب الحقيقية إلا على عتبات المقابر والمستشفيات. نحن أناس لا نتذكر من نحبهم إلا في النهاية. فيودور دوستويفسكي. فعلا صحيح. فيودور دوستويفسكي يعني إنسان يعبر عن أعماق المشاعر والأفكار، يعني كاتب ذكي وعميق جدا. أغلب صفات الإنسان وراثية
إلا الاستعمار فإنه مجهود شخصي. أدم شرقاوي، والله ما أعرف، همك هو هذا يعني. صدقني إن الذي يتقرب منك من أجل مصلحته هو أسوأ من عدوك. توباك شاكور. صحيح، فعلا أسوأ من العدو، لأن اللي يتقرب من أجل مصلحة عادة يتصنع اللطف والمحبة، أما العدو فواضح أنه عدو ما يحتاج يتصنع. ما أجمل أن تجد قلبا يحبك دون أن يطالبك بأي شيء سوى أن تكون بخير. لي جبران، خليل جبران. والله هذا الشي نادر يعني، ما أعتقد أكو يجي إلا نادرا. قيل لي الشهيد المرحوم عمر المختار رحمه الله: إيطاليا تملك طائرات نحن لا نملكها. قال: تعلق فوق العرش أم تحته؟ فقالوا تحته. فقال: من فوق العرش معنا فلا يخيفنا من تحته. رحمه الله الشهيد عمر المختار، رجل عظيم والعظمة لله. الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون إخوتها، وفية في عين الشجرة، متمردة في عيون الفصول، فكل يرى الموقف حسب زاويته. صح فعلا، والله الصفحة خوش تنزل مقولات الأشخاص أذكياء وفاهمين الحياة، عندهم تعبير عن أشياء عميقة وإدراك شامل. يقول إنه مقولة: من يصل للسلطة معتمدا على جهل الشعب لن يهتم مطلقا بالتعليم والمعرفة لشعبه، لأن تنويرهم وتعليمهم هو نهايته. هي فعلا هذا اللي جاي نشوفه بالواقع، خاصة بالعراق. يخلون الناس عايشين بجهل، ما يريدونهم يتنورون. مقولة أخرى: الصديق المنافق أسوأ من 10 أعداء. إيسوب. هي فعلا، والله صراحة الصداقة شي نادر يعني. الصداقة يحتاج إلى وفاء وإخلاص. يقول شكسبير: مهما بلغت ثقتك بالآخرين لا تفتح لهم من غرف حياتك إلا غرفة الضيوف. الله، طبعا تعبير جدا صحيح، رأيت قراءته. يقول شكسبير: مهما بلغت ثقتك بالآخرين لا تفتح لهم من غرف حياتك إلا غرفة الضيوف. يا سلام يا سلام، والله المقولات راح بعد ما أكمل الفيديو لما أرجع أفتحها وأحتفظ اللي عجبتني. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله. الله الله الله، يا سلام، الله يرحم الشيخ الشعراوي. مقولة أخرى: أن يكون لديك حيوان صديق أفضل بكثير من أن يكون لك صديق حيوان. فعلا. مقولة أخرى: إذا أردت أن تعلم من الذي يتحكم بحياتك حاول اكتشاف ذلك ببساطة من خلال معرفة الجهة
التي لا يسمح لأحد بانتقادها. فعلا صحيح، هاي المقولة الفولتير فعلا. لا تصدقوا الكلمات اللطيفة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. لنجيب محفوظ. الخطوة الأولى لكل شيء هي أن تقول أنا أستطيع. ويل سميث. ادعاء المعرفة أشد خطرا من الجهل. جورج برنارد شو. لأنه راح أتوقف، إن شاء الله أنزل لكم فيديو آخر. أنا طبعا أنطفي المكيف حتى لا يصير تشويش بالفيديو، لأنه already التسجيل اللي يصير فيه نسبة تشويش، فحاول أقلل من التشويش والأصوات الخارجية المزعجة قدر الإمكان. تصبحون على خير، واكتبوا لنا تعليقات حلوة مثلكم. هذا إذا ما نمتوا قبل لا تكملون الفيديو، وإذا نمتوا منتصرون اكتبوا لنا تعليقات حلوة، لأن التعليقات فعلا هي اللي تشجعني إنه أنزل فيديوهات أكثر. مع السلامة.